في حسابات البامب هيد بتاعتك. طيب الاير سيبريتور ده مكانه فين؟ يعني بنحطه فين في الشبكه؟ انسب مكان ليه زي ما اتفقنا ان الهواء بينفصل بايه؟ لا اما بينفصل عن الميه بايه؟ الاكسجين المذاب دوت اللي موجود في السيستم عندي بينفصل ازاي؟ بينفصل عن طريق الضغط القليل او درجه الحراره العاليه. فين يعني النقطتين دول بيتحققوا فين؟ بيتحققوا في السكشن بتاع الشيلد ووتر بامبس او البرايمري بامب لو انت عندك سيستم فيه اكتر من نوع من البامبس. السكشن بتاعهم بيكون اقل ضغط وبيكون اعلى درجه حراره، لان الميه كده كده انا عايز اخدها وانقلها ادخلها للتشيلر تسقع لي وبعد كده ترجع لي تاني. طيب فبالتالي الميه في النقطه دي بيكون محققه لي الغرض بتاعي اللي هو install at the point of lowest pressure and highest temperature for maximum efficiency. دي انسب لوكيشن المفروض ان هو يتحط فيه الاير سيبريتور. ده عشان يحسن لي الاير ريليزنج من الميه. طيب انت عندك نوعين بكل بساطه بنستخدمهم، يعني طبعا في انواع كتير من الاير سيبريتور بس احنا بنستخدم النوعين دول موجودين في شبكه الشيلد ووتر. عندك اللي هو النوع دوت اللي هو تانجنشال او فورتكس اير سيبريتور اللي هو انا بسميه السنتريفيكال اير سيبريتور، وعندك الاير ديرت سيبريتورز. ده ده لازم يكون معاه ازمي سيرتيفيكيشن. اسال السبلاير على الازمي، المصنع بتاعك سوري المانيفاكتشر على شهاده الازمي. ده مش لازم يكون ازمي سيرتيفيكيشن. اوكي. ده بكل بساطه طرق فصل الهواء بتكون عباره عن ايه؟ لا اما في حالتي بقل او في يعني اعتماد كفيزيائيا بتفصل الهواء ازاي عن الكلام. احنا اتفقنا ان هو لازم الهواء بيتفصل عن الضغط القليل ودرجه حراره عاليه. طيب فيزيائيا بقى بيتفصل ازاي؟ يعني ليه يعني عند ضغط قليل؟ طيب انا عندي يعني زمان كانوا بيعتمدوا ان الهواء بيتفصل عن طريق ان انا بقلل سرعه التدفق لسرعه 1 متر على الثانيه. عشان كده الشيل ده زي ما انت شايف كده بيكون حجمه او الوعاء ده بيكون حجمه كبير بحيث ان السرعه هنا تقل. طيب جه عمنا بيل اند جوست، طبعا ده بايونير في مجال الهيدرونيك سيستمز، سواء شيلد ووتر او هيتنج سيستم او يعني كل انواع الهيدرونيكس بصراحه. فجه قال لك لا انا هتبع نظريه السنتريفيكال او فورتكس ازاي؟ الهواء الميه تخش من فوق، تمام، وهي جايه من السيستم تخش من فوق تنزل لتحت. طيب يعني ده الدخول وده الخروج. يعني لو هنا نوضحها اكتر ووتر ان، طب بيحصل ايه؟ بيحصل ان لما الميه تسلك او الشكل دوت بيحصل سنتريفيكال فورس او فورتكس بتخلي ان الهواء يطلع لفوق والميه تنزل تحت وتخرج عندي. ده بكل بساطه ده فكره الاير سيبريتور اللي هو الكومن اللي مستخدم في الشيلد ووتر. عندنا واحد تاني اللي هو بقى بنستخدمه برده كديرت سيبريتورز. بيكون تانجنشنال. يعني ايه؟ يعني سوري، ما بيكون دخول وخروج على نفس اللاين، يعني مش محتاج ان انا الدخول بتاعي يكون من فوق الخروج من فوق. فبيعمل ايه ده بكل بساطه في زي مش او باسكت من الاخر. يعني زي الاسترنر بالظبط. المش بتاعتها الميه بتخش بتتجمع، طبعا ده هو يكون وعاء بقطر اكبر من بايب الدخول. زي ما اتفقنا السرعه فيه بتبتدي السرعه بتقل وبعد كده تخرج تاني. السرعه تقل الهواء يتعمل له ريليز. هنا طبعا بيكون متركب اير فنت، ده في الاكسلري كومبوننت بتركب هنا اير فنت وبتركب هنا اير فنت بيكون جاي مع المعده. ويبتدي ان الهواء ينفصل عن الميه، وفي نفس الوقت برضو لو في اي الشوائب دي بتتجمع تحت هنا كده والميه بتخرج لي خالص كده. والشوائب دي بعد كده كل فتره بيحصل درين عشان نعمل من خلال السكين فالف عشان نعمل ايه طرد للشوائب دي. ده بكل بساطه فكره الاير سيبريتور. تمام. خلي في دماغك بس ان احنا الانواع بتاعتنا او اللي هم النوعين دول اللي بنستخدمهم في الشيلد ووتر سيستم، والنوع الكومن اللي بيستخدم اللي هو السنتريفيكال او فورتكس تايب ده. وبيكون السايز بتاع السكشن والديسشارج نفس السايز بتاع البايب او الهيدر. ولو انت عندك سيستم كبير شويه ويبتدي ان انت ممكن تقسم الاير سيبريتور ده لكذا واحد يتوصلوا ان بارل. بكل بساطه فكره الاير سيبريتور ومكانه زي ما اتفقنا ان هو بيتحط في السكشن بايب في السكشن بتاع المضخات ليحقق لي الشرطين اللي هو بتاع اللي هو اعلى درجه حراره واقل ضغط. طيب